اليوم حنعمل سوا ملفوف محشي. هلا اول مرة بعمل ملفوف لنشوف كيف حيطلعوا. هلا عم بسلقن. قطعت الملفوفة، شلت راسها، عم بسلقن هلا لمدة 10 دقايق. تابعوا معي الفيديو والله يستر. من بعد ما قطع اول 5 دقايق رح اقلبهم بهيدي الطريقة لتاني وجه لحتى يستوي معنا. حشوة رح احتاج وقية لحمة مفرومة، كبايتين من الرز، البهارات يلي هن ملح، بابريكا، فلفل اسود، 7 بهارات وبهار حلو. حنضيفهم بهيدي الطريقة وحنضيف معهم دبس رمان. هلا حنضيف دبس رمان وحنخلطهم بهيدي الطريقة كلهم مع بعض. فيكن تحطوا معه ثوم اذا بدكم بالخلطة، بس انا ما حطيت لانه بدي احط بقلب الطبخة ثوم. الملفوف صار معنا جاهز. الورقة صارت طرية بهيدا الشكل. من بعد ما مرق عليهم 10 دقايق هلا حنبلش باللف. بدنا نفكفكه بطريقة ما نخزق الورقة منها. هلا انتو لحالها بتحسوها صارت سهلة بالفك، لحالها تنفك الورقة هيك بتصيروا بتشيلوهم. هلا انا ما قادرة كتير امسكها لانها كتير سخنة. بتفكوهم بتصيروا وحدة وحدة وهي لحالها بتنفك. شايفين كيف لحالها بتنزاح؟ بس لانه كتير سخنين ما عم بقدر استحكم. شايفين هيدي العودة؟ هاي بتوجي مثل هيك رفيعة. هيدي انا ما بدي اياها لانه طالما حتكون موجودة ما حتساعدكم ابدا باللف. حنقصها هيك للورقة وهيدي هيك. هاي ما بنكبها، حنعوزها بقلب الطنجرة. شفتوا؟ هلا صار فيكم تتحكموا باللف. حنضيف، ما بنكتر كتير لانه الرز بده ياخد حجم بالورقة. هيك صارت معنا جاهزة. عم حاول نقيلكم اللي فيهم هيك لتشوفوا. هلا اذا بدكم هيدي مش محرزة عشان بهيدي الشقفة ما فينا نلف فحشيلها. اكيد بنكبها حنستعملها بالطنجرة. خدها هيك. خلينا نشيل هول كمان. نعملها هيك لكم.
ومنلفها. حاعمل الباقيين وبرجع لكم. من بعد ما خلصناهم ضل عندي هولي، هلا بحطهم باسفل الطنجرة. ورح زيد معهم ثوم، رح ضيف هول الثومات معهم. وهلا بزيد الملفوف يلي عملناهم. اكتبولي بخانة التعليقات شو بتسموا الملفوف المحشي ببلدكن، ومن اي بلد عم تتابعونا. هلا انا اول مرة بحياتي بعمل ملفوف، ماني عملتها ولا مرة قبل، حبيت جربها معكم. قلت يا بتنجح معي يا لا. هذا اطيب غدا عنا بلبنان، الملفوف والكوسة المحشي مع الباذنجان. يعني غدا سريع ومفيد لإلنا كمان. هلا بما انه انا اول مرة بعملها ما كترت ملفوف لحتى اشوف كيف حتطلع معي اخر شي. هلا حنضيف مي. حنضيف له مي ويلا على النار. في شغلة لازم ننتبه لها كتير مهمة، لازم نحط عليهم صحن نكبسهم بهيدي الطريقة كرمال ما يفرطوا معنا. اوكي، وبنرجع نغمرهم بالمي كلهم، وبنتركهم على نار هادية تقريبا لمدة نص ساعة لنشوف الحبة اذا استوت. نكبسهم هيك عشان ما يفرطوا معنا. بهذا الوقت حضيف الصوص عليهم، اللي هو ملعقتين صلصة كبار، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، بهار حلو، دبس رمان، وبنتركهم وبنغطيهم لنص ساعة. بما انه قطع نص ساعة والورقة بعد ما استوت، فحاتركهم بعد 20 دقيقة. ضفت ثوم وحامض، عملت 4 حصوص من الثوم وحامضة ونص. هلا حضيف نعناع، نحط نعناع يابس،
اتركهم 5 دقايق. شوية دبس رمان، حنسكب الملفوف. بسم الله. ريحة ولا أطيب. هولي اللي كنا حاطينهم تحت بأرضية طنجرة. حبيت اتشارك معكم، اول مرة بعمل ملفوف محشي، ما عملته قبل. اكتبولي بخانة التعليقات اذا زابطة مع الوصفة ولا لا.